أيها المسلمون، إن أعداء الأمم والشعوب وأخطر الأخطار التي تهدد المجتمعات في النفوس والقلوب أن ينتشر الفساد في أبنائها، وتعم المنكرات والضلالات بين أفرادها، ثم يسكت المصلحون ولا يبالون، ويتغاضى المفكرون الواعون ولا ينورون، ويتعامى المسؤولون ولا يتحركون، ولا يضربون على أيدي المفسدين في الأرض. فكيف وأنت ترى حولك موجات من الفساد في الأعراض والذمم، وتلحظ الانحراف في السلوكات والقيم، والنفاق في المعاملات، والميوعة في الشوارع والممرات، والعري المحرم المخزي في الشواطئ بل وفي الطرقات، والاختلاط الفاحش في الأفراح والمناسبات، أمور تذبح كرامة الإنسان ذبحا، وتنحر مروءة النساء والرجال نحرا، وتغضب الرحمن الرحيم من فوق 7 سماوات. حتى أمست هذه المفاسد وأمثالها أمراضا تنخر جسم الأمة الإسلامية وتسير بها إلى الهاوية. وتجد للأسف الشديد من يروج لها ويصفق أو يدعو لها ويشجع بسلوك أبوين جاهلين أو غافلين أو مقصرين، أو بنشر الفواحش والمنكرات على أعمدة الصحف الفاسقة أو عبر قنوات الفضاء الفاجرة لاستمالة المراهقين أو استدرار الربح والترويج للإلحاد والملحدين واللادينية واللادينيين، ولنقل للحيوانية والحيوانيين والساقطين من أبناء هؤلاء البشر. ألا فلتذكر أيها الإنسان أن عواقب ذلك وخيمة، وأن التهاون في محاربة الفساد والضرب على أيدي المفسدين يبعد عن حب الله تعالى. إن الله لا يحب المفسدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة والفوز في الطاعة والتقوى، وإن الهلاك والخسران في المعصية والغفلة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإنك أيها الإنسان تحمل في هذه الحياة الدنيا رسالة شرفك الله بها، وتتحمل مسؤولية عظمى وأمانة كبرى، أمانة عرضها الباري جل شأنه على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان سيد الكائنات وأعقل المخلوقات ليكون مستحقا لخلافة الله في أرضه وتحقيق إرادة ربه، ولن يكون ذلك بالإفساد والميوعة والاستيثار بالمبادئ والمروق عن الدين ومعصية رب العالمين، إنما يتم ذلك بالصلاح والإصلاح، كما جاء على لسان موسى عليه السلام إذ قال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وكما أقر الله عز وجل ذلك في خاتمة شرائعه وأعظم كتبه، حيث وعد الصالحين المصلحين من المؤمنين الطائعين بأن تكون حياتهم طيبة في الدارين، وأن يجزيهم بأحسن الجزاء في يوم الدين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنه لا يكفيك أيها المسلم أن تكون مزهوا باستقامتك إن كنت مستقيما، ولا يعفيك صلاحك إن كنت صالحا، إلا أن تهتم بأحوال إخوانك المؤمنين وبأبناء أمتك أجمعين، فتؤدي فيهم رسالتك وتقدم لهم نصيحتك وتأخذ بيدهم إلى الأنفع والأهدى والأقوم والأرشد، وإلا عم المصاب وحل بالمجتمع العذاب. فلقد علمنا شرع الله الحكيم أن مثل قوم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. فانظر أيها المسلم المؤمن، انظر إلى هذا المثل الرائع والحكمة البليغة، واقرأ فيها واجب الصلاح والإصلاح، وضرورة الأخذ بيد الضال والمخطئ المنحرف حتى ولو كان مجتهدا، والقيام بأمانة الحرص على المصلحة العامة ولو بوصفك فردا، وأحرى إن كنت حاكما أو مسؤولا. فلنتق الله في أنفسنا وفي أهلينا وفي أمتنا، وليبدأ كل واحد منا بنفسه وليصلح من شأنه وليشتغل بعيوبه، كما يوصي بذلك الأثر المأثور: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، ووسعته السنة فلم يعدل عنها إلى البدعة. حتى وإن قيل في هذه القولة ما قيل، فإن معناها سديد وتوجيهها رشيد، وحري بنا أن نعمل بها. ولقد أبدع الله سبحانه وتعالى صنع الكون بحكمته، وأصلح العباد وأصلح لعباده الأرض والسماوات برحمته، وأحسن إلى خلقه بإرادته. فلك الشكر يا ربنا على نعمك وآلائك. انتبه أيها الإنسان إلى أن ربك الخالق سبحانه المبدع نهى الخلق عن الفساد بجميع أشكاله وصوره، ودعا الناس أفرادا ومسؤولين إلى حماية الأمة وأبنائها من الفساد ونهجه.